شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الأفلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. نفتكر مع بعض في الجزء اللي فات لما المعلم اي بي قدر يهزم المقاتل ميلر ويرجع شرف الفنون القتالية الصينية مرة تانية. حياة المعلم ميلر بقت مرتاحة قوي عن الأول وبقى مشهور جدا في هونج كونج، وبيبعت المعلم اي بي ابنه لمدينة فوشان عشان يتعلم هناك. وبيدخل عليه شاب كان عاوز يتعلم زمان الفنون القتالية على ايده. فاكرين مين هو؟ وقعد يفكره بنفسه، قال له انا الطفل الصغير اللي انت رجعتني من كام سنة وجيت لك اهو لما كبرت. فالمعلم سأله قال له انا قابلك ليه؟ ايه هي مميزاتك يعني؟ بروسلي رد عليه وقال له ان انا سريع جدا وعلشان كده هبقى احسن تلميذ في تلامذتك كلهم. قعد المعلم اي بي على الكرسي وبيولع السيجارة وقال له سرعتك قد ايه؟ وريني كده. فحاول بروسلي برجله انه يطفي عود الكبريت اللي في ايد المعلم اي بي، بس طلع المعلم اي بي اسرع منه وما قدرش بروسلي انه يطفي عود الكبريت. بروسلي حاول مره تانية بس ما عرفش لان المعلم اي بي اسرع. المعلم اي بي قال له انت مش سريع زي ما قلت لي، وراح نطر له كام سيجاره كده في الهواء وشافه هيعمل فيهم ايه. بدا بروسلي يحرك رجله بسرعه جامده جدا ويكسر السجاير لحتت ويرميها على الارض. وعلشان يقتنع المعلم اي بي رماله شويه ميه في الهواء. بروسلي فعلا راح خابط الميه ناطرها كلها بعيد عنه ومشي بعدها بروسلي. وبعد بروسلي ما بيمشي من عنده بنروح نشوف ابن المعلم اي بي هو بيتخانق مع طفل تاني، وبتيجي المدرسه وبتحوش بينهم، وبتروح الام تشانج عشان تقعد مع الولدين ومع المدرسه وتشوف ايه اللي حصل. وبعدها بيروح لهم اي بي مان على المدرسه وبيروح متاخر لانه دايما مشغول في الفنون القتاليه، وطلب انه يعتذر لابو الولد فونج دون، لكن عرف ان ابوه مش موجود وبرضه مش سائل فيه. ولما لقى الولد جعان قال لهم خلاص احنا هناخد الولد ده عندنا البيت عشان ياكل ويقعد مع ابننا. بالفعل تشانج والمعلم اي بي اخدوا ابنهم واخدوا الولد التاني اللي اتخانقوا مع بعض وراحوا البيت يتعشوا مع بعض وصلحوهم على بعض وبقوا مبسوطين. دخل المعلم اي بي مان على الطفل فونج لقاه بيتدرب على الشاخص بتاعه، فكلم الطفل فونج وقال له حبيبي انت مستواك حلو، مين اللي علمك؟ فجأة الباب بيخبط، بيفتح الباب المعلم اي بي مان لقى ابو فونج فقال له اتفضل، وحكى له المعلم اي بي مان على اللي حصل وانه اخد الطفل واتعشوا مع بعض واتصالحوا، حصلش اي حاجه وبقوا اصحاب. وهم خارجين من بيت المعلم اي بي ففونج بيسأل ابوه تشونج وبيقول له انت تعرف المعلم اي بي؟ فرد عليه الاب وقال له اكيد طبعا لان المعلم اي بي مشهور، بس على فكره انا هبقى اشهر منه. طبعا تشي وونج كانت حالته صعبه ماديا وعايش مع ابنه بس، ودايما بيروح يعمل قتالات بشكل غير قانوني عشان يجيب اكبر قدر من الفلوس، وكان باين عليه انه بيقاتل باسلوب الوينج تشون. وبيوصل دلوقتي الراس الكبيره واللي اسمه فرانك، ورجالته بيندهوا على سانج عشان يروح يكلم فرانك وعلشان كمان يدي لفرانك الفلوس اللي معاه. ففرانك بيسال سانج وبيقول له عملت لي ايه في المدرسه اللي قلت لك عليها؟ وقال له كمان انت قدامك اقل من اسبوعين وتكون المدرسه دي جاهزه. وكان معروف عن سانج ان هو بيستولي على كل المدارس اللي موجوده. بنشوف كمان شي وونج وهو بيخلص على المقاتل اللي قصاده وبيوقعه في الارض. بيروح صحفي يقابل المعلم تان ويقابله في الكافيه عشان يعرفه بكل المعلمين اللي موجودين. فلما دخل المعلم تان فسال الشاب اللي واقف بيقول له المعلم بتاعك فين؟ قال له هناك اهو. فكل المعلمين بيتلموا مع بعض والصحفي ده هياخد لهم صوره تذكاريه مع بعض. وفجاه بيجي اتصال لاي بي وتشينج بتقول له انا اتاخرت على تدريب الرقص، خلاص عد انت على الولد هاته من المدرسه وانا هروح التدريب. فحس من كلامها ان هي زعلانه وقال ان انا كده بقيت في ورطه. طبعا اي بي مان بيروح المدرسه عشان يجيب ابنه فبيقابل تشي وونج هناك وكمان بيديله علاج وبيقول له لو ابنك لسه تعبان اديله العلاج ده. وبالصدفه بنعرف ان اي بي مان وتشي وونج متعلمين نفس اسلوب القتال، بس المعلم اي بي فضل يطور في اسلوب وينج تشونج بطريقته هو. فتشي وونج بيبقى مغرور شويه وبيقول للمعلم اي بي لو جت فرصه يا ريت نتقابل ونتدرب مع بعض. وبيخرج الولاد من المدرسه وكل واحد بياخد ابنه ويمشي. بنشوف بعد كده سانج هو ورجالته داخلين على صاحب المدرسه علشان يمضي صاحب المدرسه على ورق المدرسه. مدير المدرسه مرضيش فسانج راح ماسكه وقعد يضرب فيه. بالصدفه اي بي بيوصل مسك سانج راح ضربه وضرب كل اللي معاه. سانج حاول مره تانية انه يقاتل المعلم لكن المعلم اي بي ضربه وحاول انه كمان يتصل بالشرطه عشان يجي ياخده، فهددوه بالمدرسه اللي كانت موجوده وقالوا له لو ما سبتش سانج احنا هنموت لك البنت دي. وعلى بال ما وصل الشرطي فاتسو كان المعلم اي بي سابهم يمشوا. فاي بي بيكلم الشرطي فاتسو وبيقول له معدل الجريمه زاد قوي في المدينه. ففاتسو قال له لا القانون موجود واحنا بنحاول نطبقه على كل الناس، وقال له كمان لو حصل اي حاجه انت عليك بس انك تكلمنا واحنا هنتخذ كل الاجراءات، وبعدين كمان احنا مش هنقدر نغطي كل المناطق، انت عارف الشرطه عددها قليل قوي، انتوا برضو حاولوا ان انتوا تساعدونا ان انتوا تحرسوها بالليل ولو حصل حاجه كلمونا. بنشوف سانجو وهو بيتألم من العلقه اللي كلها من المعلم اي بي وقال لرجالته المدرسه دي لازم نقفلها النهارده. تاني يوم اولياء الامور بياخدوا ولادهم عشان يودوهم المدرسه، لكن بيتفاجئوا ان المدرسه متسلسله بالسلاسل والخشب. وبيوصل المعلم اي بي واللي بيتفاجئ
بيتفاجئ برضه ان المدرسه مقفوله بالسلاسل، وبيجيب رجالته بيحاولوا ان هم يكسروا الخشب ده ويشيلوا السلاسل ويفتحوها مره تانية. طبعا الشباب كلهم بيساعدوا بعض لحد ما يفتحوها، والعصابه بتبقى واقفه بعيد وبتراقب اللي بيحصل، وبياخدوا بعض ويمشوا. واي بي عرف كل اللي موجودين انهم هيستنوا كده عشان يحرسوا المدرسه الليله دي. ولما خرجت وونج سالها هو لينج انت عندك صديق؟ قالت له قال لها خلاص يا ريت نبقى اصدقاء، وخدها عشان يوصلها على البيت. وفي طريقهم بيقابلوا المعلم اي بي وهو قاعد بيحرس المدرسه، فراحوا يسلموا عليه. وبتوصل العصابه بالليل وقسموا لنفسهم لمجموعتين، وبالعصيان والبنزين معاهم في ايديهم عايزين يولعوا في المدرسه. مجموعه منهم راحت تتقاتل مع المعلم اي بي والشباب اللي معاه، والمجموعه الثانيه اذكياء خدوا البنزين عشان يولعوا في المدرسه من جوه، وكمان هيخطفوا المدير. اي بي طبعا شايف اللي بيحصل كله، فمسك افراد العصابه واحد واحد وعمال يضرب فيهم وعايز يروح وراهم. ولان العصابه كانت كتير فاخد وقت في القتال معاهم، لكن في النهايه بيحاول يحصلهم ويجري وراهم. بالصدفه بيعدي تشي وونج بالعربيه بتاعته، بس لقى العصابه خاطفه حد، فطلع جري عليهم عشان يخلصوا من ايديهم، ومسكهم واحد واحد وقعد يضرب فيهم ويكسر. من الناحيه الثانيه اي بي ماسك افراد العصابه اللي باقيين هناك وعمال يكسر فيهم ويضربهم ويوقعهم على الارض. طبعا المعلم اي بي وتشي وونج هرسوهم وكلوهم علقه ما ينسوهاش في حياتهم. العصابه بتلملم بعضها يلا بينا، وهوب خدوا بعض وطلعوا يجروا من قدامهم. باقي المجموعه والاهالي قعدوا يطفوا في النار اللي موجوده في المدرسه، والمعلم اي بي راح يشكر تشي وونج على اللي عمله، ورجع تشي وونج يكمل شغله. بيرجع المعلم اي بي لبيته، فمراته بتساله بتقول له انتوا عملتوا كل ده وبتحرسوا المدرسه، امال الشرطه فين؟ قال لها الشرطه مش هتقدر تحرس كل مكان، فاحنا بنحاول نساعدهم. وقال لها الفتره الجايه ما تقلقيش لو اتاخرت، لان احنا هنبقى في حراسه المدرسه. بنشوف تشي وونج وابنه وهو رايح يدور على مكان يفتحوا صاله للتدريب، بس الست صدمته لما عرف ان الايجار بتاع المكان غالي فسابها ومشي. وبنشوف الشرطي فاتسو وهو في مركز البوليس وهو داخل على المدير بتاعه، وبيستاذن المدير بتاعه وبيقول له خليني اقبض على العصابه دي، لكن المدير قال له لا خليها لي انا. بنرجع المعلم اي بي والطلاب قاعدين حوالين المدرسه بيحرسوا، والشباب بينهم وبين بعض بيقولوا احنا هنفضل نحرس المدرسه كده، الناس بتقول علينا ان احنا حراس مش تلامذه مش طلاب جايين نتدرب. نرجع لتشينج مرات المعلم اي بي واللي بتحس بألم في معدتها كده وعماله تتألم وتتوجع، راحت ساندة على الكرسي. بيعرف المعلم تاني اللي حصل، فبيروح جري على المعلم اي بي وبيقعد معاه وبيقول له في ايه اللي حصل عرفني. وبيشكر طبعا المعلم اي بي على انه قاعد هو وطلابه بيحرسوا المدرسه، وقال انا ندمان ان انا علمت سنج في يوم من الايام انه يبقى طالب عندي، انا لازم اروح له المكان اللي هو قاعد فيه وارجعه عن الشر اللي بيعمله ده. وبيروح بسرعه جري وراه علشان يبقى معاه وما يسيبوش لوحده. طلاب المعلم اي بي طبعا بيبقوا خايفين عليه وعلى المعلم تاني، فبيروحوا للشرطي فاتسو بيقولوا له ان المعلمين راحوا للمنطقه اللي فيها العصابه واللي بيرقصها سانج. بيعرف سانج ان المعلمين رايحين يقابلوه، فبيطلع ده المعلم تان وبيقول له انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ فالمعلم تان بيزعق لسانج وبيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه الشر اللي جواك ده كله؟ انا لما كنت بعلمك اساليب القتال كنت بعلمك انك تعمل حاجه صح، مش تبقى رئيس عصابه وتبقى بلطجي. بص لنفسك يا ابني زمان وبص لنفسك دلوقتي، انت بقيت انسان سيء والناس مش طايقاك. وقال له افراد العصابه اللي معاك دول لو انت ما دفعتلهمش هيقلبوا عليك. فسانج زعق للمعلم تان وقال له انا دلوقتي غني ومعايا فلوس، انما انت معاك ايه؟ المعلم تان بيتنرفز ويروح ضربه بالقلم على وشه، فسانج يروح مطلع مطوه وعايز يضرب بيها المعلم تان، وقبل ما يضربه بالمطوه بيمسكوا المعلم اي بي من ايده وبيوقفه وبيروح ضربه وموقعه على الارض. طبعا افراد العصابه كلها بيجيبوا الاسلحه بتاعتهم وجايين على المعلمين عشان يضربوه، وعايزين يمسكوا المعلمين الاثنين بالاسلحه ويموتوا. ومن حسن الحظ بيوصل الشرطي فاتسو واللي ماسك السلاح بتاعه في ايده بيهددهم انهم يمشوا ويسيبوهم في حالهم. بعد كده بنشوف الشرطي فاتسو وهو قاعد مع المعلم اي بي وبيقول له ان مديره في اسم الشرطه شغال مع فرانك رئيس العصابه، اهم اجانب مع بعض وبيقلبونا وبيطلعوا مصلحه. طبعا المعلم اي بي ما عندوش اهتمام الا بالمدرسه وبالطلاب، بيقول له انت عارف دلوقتي ان انا وطلاب اللي بنحرس المدرسه وان الشرطه ما بتعملش اي حاجه. طبعا المعلم اي بي بيرجع البيت متاخر وبيسيب رساله لتشانج بيقول لها يا ريت تعملي لي الزرار ده بعد اذنك. طبعا مراته بتبقى زعلانه منه وما بتعملوش طلبه، لكن بنشوفها وهي عماله تتألم من الوجع. بيصحى المعلم اي بي وبيلاقي مراته ما عملتلوش اي حاجه، وبيعرف انها راحت المستشفى من غير ما تقول، واللي بتعرف بعد كده ان هي عندها سرطان، فبتسيب المستشفى وبتمشي علشان ترجع البيت، وبتبقى حزينه جدا من الخبر اللي عرفته ده. وهي راجعه البيت بتشوف المعلم اي بي قاعد وهو بيحرس المدرسه. بنروح لتشي وونج وهو بيتقاتل، وكل مره بيتقاتل فيها بيكسب، وبنشوفه وهو بيتكلم مع سينج واللي قال له انت ضربت الرجاله بتاعتي كلها في المكان بتاعي، انت كده مدين ليا. طب اقول لك على حاجه، ايه رايك نبقى اصحاب؟ وعلشان اثبت لك حسن نيتي خد الفلوس دي. وقال له انا عاوز منك خدمه وصاد الفلوس دي ممكن؟ بعد كده بنشوف تشي وونج وهو رايح محل ودخل على الراجل صاحب المحل ونفضه كده بسم الله ما شاء الله، عملوا زعافه سقف وكسر المحل فوق دماغه، ودخل جوه لعند المعلم تاني، وتشي وونج ماسكه رزع 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 وكسر المحل كمان هو كمان فوق دماغه، وكمان كسر له دراعه وسابه ومشي. ولما المعلم اي بي بيرجع البيت فمراته بتساله وبتقول له انت هتفضل كده لحد امتى
هتفضل تحرس ورايح جاي وما بتعملش غير كده وبس. ولما قررت انها تقول له هي عندها سرطان، التليفون بيرن وبيبلغون المعلم تان في المستشفى، واللي بلغه بكده سانج، وهو افتكر ان الاسم اللي بلغه يبقى باين ان في لعبه بتتلعب على المعلم اي بي. طبعا المعلم اي بي بسرعه بيروح يزور المعلم تان في المستشفى. الناحيه التانيه سانج بيروح عند المدرسه وبيدور على ابن المعلم اي بي، وبالصدفه وهو بيخطف ابن المعلم اي بي اخد ابن تشي وونج معاه. ولما حاول الشباب انهم يوقفوهم، سانج والعصابه اللي معاه رزعوهم علقه محترمه، وقال للشباب على المكان اللي المفروض المعلم اي بي يروح لهم، وقال لهم بالظبط ساعتين لو ما جوش احنا هنبيع العيال دي. وفي المستشفى المعلم تاني بيقول له انت عرفت ان انا هنا في المستشفى ازاي؟ مين اللي قال؟ فكده المعلم اي بي فهم ان في حاجه. طبعا الطلبه بتوعه بيروحوا له البيت عشان يسالوا على المعلم اي بي، فما بيلاقوهوش. بيرجع المعلم اي بي للمدرسه، فبيقابل المدرسه واللي بتقول له على اللي حصل. فراح لهم المكان اللي سابوا له خبر عليه وهو ماسك العصايه بتاعته. وسانج مسك ابن المعلم اي بي قدامه وحاطط له حته بتاعه كده عشان ياكلها، فالمعلم اي بي اتنرفز اكتر، ولان المعلم اي بي خايف على ابنه فبيستسلم قدام سانج. وبيوصل تشي وونج في نفس التوقيت، فسانج بيقول لهم الراجل ده معانا ادوا له ابنه. وفعلا تشي وونج بياخد ابنه وبيمشي. فسانج بيقول له انا ممكن اسيب لك ابنك ده في حاله انك لو قتلت 10 من الرجاله بتوعي، ولو انت هزمتهم انا هدي لك ابنك. طلع له 10 رجاله فعلا، وبدا يتقاتل معاهم واحد ورا التاني، وبيطلع لهم فوق الخشب عشان يجذبهم ويطلعهم عنده فوق. بنشوف تشي وونج وابنه بيقول له انت ازاي هتسيب صاحبي اللي دافع عني، وازاي هتسيب ابوه وهم بيتقاتلوا؟ وكان المعلم اي بي عمال يقاتل افراد العصابه ال10 الموجودين، بيقاتلهم وعمال يضرب فيهم، لكن كان كل ما كل واحد يحاول يقاتل المعلم اي بي كان بيضربه ويكسره. بنشوف تشي وونج وهو بيرجع فعلا تاني عشان ينقذ المعلم اي بي وما يسيبوش لوحده، وبيضرب سانج بالبنيه وبيكسر له النضاره اللي لابسها، وكمان مسك رجالته وقعد يضرب فيهم. وفضل المعلم اي بي من الناحيه التانيه يضرب في رجاله سانج، وتشي وونج مسك سانج وقعد يضربه هو ورجالته. بيبص اي بي من تحت لقى تشي وونج ماسك سانج وعمال يديه ويكسر عظمه. طبعا اي بي بيحاول يضم على تشي وونج عشان يضربوهم ويخلصوا عليهم، لكن العصابه كتيره جدا وبيهجموا على المعلم اي بي. فسانج مسك ابن المعلم اي بي وبيحاول المعلم انه يجري من وسطهم ويوصل لابنه وينقذه. فسانج قال للمعلم اي بي لو اتقدمت خطوه كمان انا هموت ابنك. طبعا الدنيا ملخبطه، عمالين يجروا شويه ورا ابن تشي وونج وشويه ورا ابن المعلم اي بي. كان المعلم اي بي متابع الولدين الصغيرين، وكل ما حد يجي يقرب منهم يضرب. ولد من الولدين بدا يطلع فوق وراه واحد من افراد العصابه. بسرعه اي بي طلع وراه جري وراح ضربه موقعه على الارض، والولد كمل وطلع فوق. من الناحيه الثانيه بيطلع له برضه فرد من افراد العصابه عشان يمسك الولد. شافهم اي بي هم طالعين للولد فوق، فراح طلع لهم هم الاثنين وضربهم ووقعهم تحت. وتشي وونج من الناحيه الثانيه ماسك افراد العصابه وسواهم على الجنبين لحد ما بتوصل الشرطه عشان تقبض عليهم. سانج لما شاف الشرطه هجمت فبيحاول يهرب من الشباك، بيشوفوا اي بي راح ضربه بالعصايه موقعه على الارض، بس برضه هرب. الصحفي كان واقف تحته عمال يصور اي بي مع ابنه وهو حضنه. ده الشرطه قبضت على تشي وونج على انه واحد من افراد العصابه. ولما بيرجع اي بي لبيته فراحت شينج واكلاه قلم لانها متضايقه جدا من اللي بيحصل ومخنوقه لانها خايفه عليه وخايفه على ابنها. فالمعلم اي بي قال لها الكلام ده مش هيحصل تاني. فهو بيتكلم معاها قالت له انا خايفه قوي لان المستشفى بلغتني ان انا عندي مرض السرطان. خدها اي بي ورجع بيها المستشفى تاني عشان يكشفوا ياكدوا على الكلام ده، لكن اكدوا له انها في المرحله الاخيره من المرض الوحش ده، واللي بقى ما ينفع لهاش لاي عمليه ولا اي علاج في الوقت ده، ويا دوب بالظبط قدامك كده 6 شهور تعيشيهم. بيرجعوا البيت مره تانيه فبياكلوا. اي بي بيبقى حزين جدا وما بيقدرش ينطق ولا كلمه لانه زعلان على مراته. بنشوف رئيس قسم الشرطه وهو عند فرانكو وهو بيقول له ان الشرطه معاك ما تقلقش، بس بشرط انك توقف اعمالك المخالفه كلها في الوقت ده لان احنا مش هنقدر نحميك بالشكل ده. ونزل عند سانج فرانكو وهو متضايق وفضل يضرب في البندجات اللي لابسها دي، وفضل يضرب فيه مره ورا الثانيه لحد ما طيره من قدامه وقال له امشي اطلع من هنا انا مش عايز اشوفك مره ثانيه. وبيبعت الشخصيه الثانيه دي عشان يضرب اي بي مان ويخلص عليه. وبنشوف الشخصيه دي وهو بيقابلهم في الاسانسير، وكان اي بي ومراته راجعين من عنده دكتور تاني بيكشفوا عشان يتاكدوا ان الكلام ده مظبوط ولا لا. اي بي طبعا واقف مع مراته في الاسانسير ومع الشاب ده، فلاحظ ان هو بيقلع الشبشب يعني ناوي على غد، فعرف اي بي مان فهيهجم عليه. راح اي بي مان ماسكه وضربه وخده بره الاسانسير وساب مراته تكمل الاسانسير عشان تنزل تحت. واللي مسكه قعد يضرب فيه من ساعه ما سابوا الاسانسير فوق وسحب سحب سحب لحد تحت، وهو عمال يكسر فيه ويضرب لحد ما وصلوا لتحت خالص. طبعا مراته وهي طالعه من الاسانسير قعدت تضحك على المنظر اللي شافته، وخد مراته بعد كده ومشي. فاتسو بعد كده بيحذر المعلم اي بي وبيقول له خد بالك عشان العصابه دي مش سهله وهيحاولوا يأذوك الفتره الجايه. فساب الشرطي فاتسو وخد بعضه وراح لفرانك عشان يعرف هو عاوز ايه بالظبط منه. ففرانك اتريق عليه وقال له انت بقى احسن مقاتل في الصين، قدامك بالظبط 3 دقايق لو فضلت عايش فيهم بعد ما هنفضك كده انا هسيبك تمشي. وبس
وبدأ القتال بين فرانك وبين المعلم اي بي. بيبدأ فرانك يتقاتل مع المعلم اي بي وبتبقى ضرباته سريعة جدا وقوية وبيوجهها للمعلم. بدوره برضه المعلم اي بي بيحاول يسدد لكمات وهجمات بايده ورجله لفرانك، وطبعا اي بي بيصد الهجمات بتاعته، وكل ما بيتحرك فرانك بيضرب الازاز اللي وراه، يتحرك يضرب الازاز اللي وراه ومش عارف يوصل. وبنت فرانك بتبقى موجودة تحت بالظبط ناحية الازاز، وبالصدفة بعدها بيضرب اي بي بالبوكس وبيرجعه لورا وبيشاور له كده بعلامة انه هخلص عليك يعني. فاي بي نزل على رجل واحدة كده وشاور له بايده وقال له تعال. ولما هاجم فرانك عليه فضل المعلم اي بي يضربه ضربات قوية جدا وسريعة، وبعدها قلب فرانك على الارض وفضل يضرب فيه بلكمات وضربات قوية جدا. ففرانك مش ضعيف، راح ضارب المعلم اي بي في صدره وراح مرجعه ورا. استغرب فرانك ازاي اي بي بعد الضرب ده كله وقف تاني ورجع يتقاتل معاه، وكل ما فرانك يديله ضربة فالمعلم اي بي صدها بكوعه. من كتر الصدات اللي صدها اي بي بكوعه بدأ فرانك ايديه توجعه، لحد ما ضربة كده جت للمعلم اي بي في بطنه وجعت. فاي بي راح طاير في الهواء ومديله برجله في وشه وراح مرجعه لورا، وبيضرب جرس المنبه وبيقف القاتلين الاثنين المعلم اي بي وفرانك عن القتال، لان الثلاث دقايق اللي قال عليهم فرانك خلصوا. وفعلا فرانك بيسيب المعلم اي بي يمشي. بيروح تشي وونج دلوقتي وهو معاه فلوس عشان يأجر الصالة اللي هيفتحها مدرسة. فالست عرفت ان تشي وونج بيقاتل باسلوب الوونج تشي، فقالت له اكيد انت تعرف المعلم اي بي اللي هو صوره مالية الجرايد ده. فيروح تشي وونج للصحفي وهو متضايق وبيقول له انا زي اي بي، يا ريت تكتب عني وقول كمان ان انا بتحدى المعلم اي بي مان. فالصحفي قال له انت لازم اولا تثبت جدار، لان انا ما اعرفكش والناس كمان ما تعرفكش، انت ازاي هتتحدى بالطريقه دي؟ في الحاله دي انا ممكن اكتب عنك لو بقيت مشهور. بنشوف واحد من المعلمين وتشي وونج وهو بيتحداه ونازل فيه ضرب، وضربه وجابه الارض وعلى طول خلص عليه، ويروح للمعلم التاني وكمان يمسكه ويتقاتل معاه. وكل مره بيغلب فيها معلم صورته بتشرف وتنور الجريده والناس بتعرفه اكتر. وكمان غلب المعلم الثالث اللي بعده، وكمان بعد منهم المعلم ليه وغلب وهزم. وبعد كده راح تشي وونج يفتح المدرسة بتاعته لانه بقى مشهور، والناس كلها راحت اتجمعت في المدرسة بتاعته وكمان الصحفيين وواحد كمان من الموجودين قال له انت كده بتخوف الناس. فتشي وونج رد عليه وقال له انا بطريقتي دي بحاول ان انا اثبت كفاءتي، وعاوز اقول لكم كمان ان اي بي مان مش بيمثل الوينج تشون، وقدامكم كلكم انا بعلن تحدي المعلم اي بي مان. بيقرا المعلم اي بي الاخبار وبيعمل نفسه مش واخد باله، ومش واخد باله ان الخبر ده موجود اللي هو خبر التحدي. وطبعا مراته قاعده جنبه وبتبص له بنظرات غريبه قوي علشان يفضل اكبر وقت ممكن مع مراته لانه بيحبها قوي. بس تشينج مراته بتبقى واخده بالها انه عمال يتوه وبيتكلم في موضوعات تانية وكده وعمال يغطي على الخبر، او يوديها السينما ويتفرجوا على الافلام ويخرجوا مع بعض. وكان دايما بيحاول على قد ما يقدر انه يقضي معاها وقت سعيد عشان يبسطها وتبقى سعيده معاه في الكام يوم اللي فاضلين لها قبل ما تموت. وعلشان يرضيها راح لصاله لتعليم الرقص، وهو داخل يقابل مين؟ يقابل بروسلي. فبروسلي اتبسط قوي ان المعلم اي بي جاي يتعلم الرقص في الصاله عنده، فقال له خلاص انا هعلمك الرقص وانت تعلمني اسلوب الوينج تشون. فوافق المعلم اي بي، وجه اليوم اللي هيتحدى فيه تشي وونج المعلم اي بي، واللي هيفوز في الاثنين هو اللي هيمثل اسلوب الوينج تشون، وكمان هو هيبقى الاقوى في هونج كونج. طبعا المعلم اي بي مشغول مع مراته اللي هتموت وبيحاول انه يرقص معاها ويقضي وقته، وبكده ما راحش التحدي، وكان بيحاول يقضي احلى اوقات معاها. ولان المعلم اي بي ما راحش التحدي فاللجنه بتقف وبتعلن فوز تشي وونج، وبيبقى هو الفايز في التحدي. وبيقف تشي وونج وسط الطلبه كلهم ووسط اللجنه قدام المعلمين وبيقول لهم اكيد اي بي ما جاش لانه خايف، وبكده يا جماعه انا اللي هقود اسلوب الوينج تشونج في مدينه هونج كونج. ولما كان اي بي بيرقص مع مراته ومبسوطين وبيقضوا وقت سعيد، بتقع مراته فجاه مره واحده على الارض لان حالتها كانت عماله تسوء، وكان لازم انها تفضل في المستشفى عشان يعتنوا بيها اكتر. وكان المعلم اي بي يعمل الاكل في البيت وياخده ويروح المستشفى عشان ياكل، لحد ما في يوم مراته بتكتب رساله وبتقول لابنها ابقى اديها لابوك بعد كده. وبنشوف حاله مراته وهي عماله تسوء وتزداد سوء اكتر واكتر يوم بعد يوم، ولما خلاص قربت تموت بتطلب من المعلم اي بي انها تتصور معاه اخر صوره. طبعا المعلم اي بي بيحبها جدا فما بيبقاش قادر يمسك نفسه وبيبكي عليها، وقامت ولبست وحطت الميك اب بتاعها وخدها عشان يتصوروا هو ومراته وابنه. ولانها بتحبه فبتقول لو انا ما كنتش تعبانه كنت هتقبل التحدي بتاع تشي وونج؟ قال لها ايوه. قالت انا ما شفتكش بتتدرب حوالي 7 سنين كده، ممكن اشوفك وانت بتتدرب قدامي؟ وقالت له ممكن تيجي معايا، وخدته وراحت عند تشي وونج في المدرسه بتاعته، وقالت له ده اخر طلب هطلبه منك، اتحدى تشي وونج ويا ريت تكسبه. وبتقعد مراته وبيبدا قتال بين تشي وونج وبين المعلم اي بي بالعصيان، وكانت قوتهم هما الاثنين متعادله جدا لدرجه انهم كسروا العصيان اللي ماسكينها في ايديهم. بعدها سابوا العصيان ومسكوا السيوف عشان يتقاتلوا بيها، ده حتى كمان بالسيوف كانت قوتهم تقريبا متعادله هما الاثنين. فهجم عليه تشي وونج بالسيف واي بي عمال يصد
يصد ويرمي السيوف من ايدين تشي وونج علشان يتقاتل مع تشي وونج بقبضته كده من غير اي اسلحه. الاتنين تقريبا كانت سرعتهم متعادله وقويه جدا، لحد ما في الاخر اي بي بيضربه بالرجل وبيوقعه، وتشي وونج بيقع يروح ضارب المعلم اي بي هو كمان وموقعه الناحيه التانيه. وقاموا هما الاتنين ورجعوا اتقاتلوا مع بعض ويضربوا المعلم اي بي ويوقعوا على ظهره، لحد ما تشي وونج قام وقعد يضرب في المعلم اي بي لحد ما صابه في عينه، والرؤيه عند المعلم اي بي بقت منعدمه ومش شايف حاجه، بس كان سامع صوت حركات ايد تشي وونج وهو بتوجهها ليه عشان تضربه. وفضل تشي وونج يسدد له لكمات سريعه جدا وبرضه ما لمسوش، لحد ما جه الوقت المناسب وجه المعلم اي بي وضربه في صدره، والضربه كانت قويه جدا لدرجه ان تشي وونج وقع على الارض. وبكده فاز المعلم اي بي على تشي وونج، واللي بيقوم وبيعترف للمعلم اي بي ان هو فعلا اللي فاز. بس المعلم اي بي بيرد على تشي وونج وبيقول له مفيش احسن من انك تقضي وقتك مع الناس اللي انت بتحبه، وبدا ان هو يفتكر ايامه الجميله مع مراته، من الايام الصعبه للايام الحلوه، كل الايام اللي عاشوها مع بعض. وبكده ينتهي فيلمنا، وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.